السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الحلوين؟ عاملين ايه؟ طبعا احنا يعني ممكن على حسب الفيديو ده ما هيوصل لكم صباح الخير مساء الخير، بس انا حبيت ايه اعمل اكل التحابيش كده، منه فطار مش عارفة بقى يبقى منه غدا ولا ايه. طبعا كلكم عارفين ايه اللي في الصورة ده، البتنجان الرومي. تعمليه بقى مسقعة، تعمليه تشويها كده. احنا قلنا عشان الاقتصاد والزيت بقى والغلو اللي احنا فيه ده نمشي امورنا يعني. تمسكيها كده تغسليها وتحطها على النار كده وتشويها، ولما تلاقي بقى الجنب ده طاب كده واستوى تنقليها على الجنب التاني وتراقبيها كده لحد ما تتظبط معاكي، تبقى زي الكريمه كده وهي مشويه. كوني محضره لها بقى شويه طحينه، فص توم صغير خالص، حبه زيت برده، معلقه زيت كده ما تاخدش زيت كتير، وقرن فلفل اخضر. وهظبطها واوريها لكم دلوقتي. نشويها بس كده الاول ونتابعها وهي بتتشوي. نلاحظ ان الحته دي استوت، نقلبها بقى على الجنب اللي لسه ما استواش، نظبط فيها كده لحد ما تستوي معانا. شفنا بقى البتنجانه معانا استوت اهي وبقت زي الفل. ناخدها بقى نشطفها ونقشرها ونظبطها كده. ده شكل البتنجانية بعد ما قشرناها. بس شايفين التفاصيل بتاعتها؟ حاجة جميلة وصحية ومشوية، ولا شاربة زيت بقى ولا الكلام الفاضي ده كله. هحط لها بقى يعني معلقة صغيرة توم، حاجة بسيطة، اقل من نص معلقة صغيرة كمان، حاجة بسيطة خالص. وحبة زيت، يعني قول معلقة او معلقتين زيت كده، وحبة ملح وحبة الطحينة وجامدة. حطينا ده التوم، دول شويه صغيرين دول بس، وادي قرن فلفل اخضر، وهنحط لها بقى حبه زيت صغيرين، معلقتين كده، حبه ملح وحبه طحينه.
ايه رايكم بقى في شكلها والتفاصيل بتاعتها؟ شكلها تحفه. ولا بنعمل لو قلناها في زيت بقى بتشرب زيت وغلط على صحتنا، كده اجمل بكتير. تمسكي بقى شوكه كده او معلقه وتهرسيها زي ما انا عملتها ووريتها لكم اهي. ندخل بقى المكونات كلها بتاعتها كده في بعضها. ايه رايكم في شكلها وتفاصيلها؟ جميل. حبه ملح وحبه طحينه وقرن فلفل اخضر وحبه زيت صغيرين خالص. حاسه ان هي محتاجه معلقه زيت كمان. ناعمه كده وجميله وسهله في الاكل. نغرفها بقى في الطبق كده واوريها لكم. ايه رايكم بقى في شكلها والتفاصيل بتاعتها؟ بألف هنا وشفا. انا بلفف لكم الطبق كده عشان تشوفوا الشكل بتاعها، والطعم خطير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.